بسال بعض الاخوه الصحفيين او عاملين نفسهم صحفيين، بقول لهم على فكره الاسلوب ده مش هيجيب نتيجه معايا. اسلوب قله الادب مش هيجيب معايا. اصل انا ممكن اطلع قرار تاني منع دخول الصحفيين كلهم ايا كان عددهم. حضرتك احترم نفسك، يعني كوفي هرب الماتش اللي فات وفلوسه كانت موجوده ما رضيش ياخدها، رحنا حطينا له في اتحاد الكوره. خلاص؟ لا متمرد وهرب الماتش دون عشان جاي له عقد بره. كلكم كاتبين النهارده اصل رئيس النادي اتريق عليه، نعم حط امك اتريقت عليه فين؟ هو انا لما اسال اللاعب ده ما بيجيش تدريب ليه؟ يبقى اتريقت عليه؟ انما بقى الهوهوه تاني الهوهوه اصل هو اتريق عليه، هو احنا شايلين عنده؟ بدل ما تقول لاعب متمرد وتقف مع بلدك ونادي بلدك عمال تشجع لاعب متمرد هربان كذاب كذاب. انا مش فاهم، راجل واخد فلوسه بالكامل وبعدين واحنا هو امبارح قاعد بعد ما هرب ولا راح في استندايه. اولا نزور جواز السفر، جواز السفر معانا مش هحط عسكري على كل لاعب. فبقول لهم من فضلك انتوا لموا نفسكم بقى وهروب اصل رئيس النادي اتريق عليه. يا سلام، هو كنت جاي ربيني يا ما تحترم نفسك. انتوا اللي جابوك، انا مش فاهم بجد. ما انا هروح مطلع قرار مش هدخلكم تاني. هتعمل لي ايه؟ اقبض دماغك في اقرب حيطه. بتكتب الصح، لاعب متمرد هرب وعمل اعتذار كلكم شفتوه بنزلوا له من الاعتذار، تمام؟ وبعدين هرب تاني يقول لك اصل رئيس النادي اتريق عليا. اتريقت عليك فين يا ابني؟ انا بسال انت فين اصابتك؟ وطلعت فعلا انك هربان ما عندكش اصابه، وانا وانت والاتحاد الدولي واي نادي هياخدك اوقفه. وانا سمعت خبر كده مش عارف صح ولا لا ان كان مع احمد سليمان للاسف من 3 ايام. لو كنت يا احمد بتلعب بالنار هتتحاسب. تاني يا احمد يا سليمان، لو كنت بتلعب بالنار هتتحاسب. وسمعت يا احمد يا سليمان انك انت اللي موقف الاستغنى بتاع تريكو في الشرطه. يبقى انت بتلعب بالنار. واللي بيلعب معاه بالنار يا احمد بولع فيه. عايزك تطلع بقى تنكر الكلام ده كله. احمد سليمان اللي كان في المجلس معانا اللي انا كنت عايزه يكمل معانا. فكوفي لاعب متمرد، لاعب مش متحمل المسؤوليه، ومش معقول كوفي ده بزازه كل يوم يهرب، راجل واخد فلوسه يهرب ندور عليه. لا هتمك انت وبوركينا فاسو، لا انت هنا لاعب محترف تحترم النادي اللي انت فيه. مش فاهم انت قاعد على قهوه ولا انت مراتي كل شويه تقول انا عايز امشي بس انت برقت لي هنهرج. ارجع لعقلك، هتتشتم من سجلات، هتتشتم. اولا هيتعمل لك محاضر اثبات حل المره اللي فاتت المره دي، وتعمل لك محضر في المطار انك تخلفت عن السفر، ودي تاني مره ليبيا اللي سافروا فيه ربنا كرمنا من غيرك، ودي تاني مره برضه ربنا كرمنا من غيرك. وفي هناك سافر 20 راجل محدش فوق غيرك. فبقول لك هتدفع الثمن غالي، واللي مسلطينك مش هينفعوا.